السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم لحمة راس بطريقة حلوة. هعملها كده شبه كباب حلة. معايا كيلو لحمة راس، معايا صينية على النار بتسخن، هنزل عليها بمعلقتين زيت، تسخن كويس معايا. انزل عليها باللحمة، ادي اللحمة صدمة. اوزعها كده بعيد عن بعضه، مقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. نزلت باللحمة كلها بالشكل ده، هحمرها، هديها صدمة كده واحمرها، وهتشوف المكونات اللي هنزل عليها بيها. اللحمة خدت تحميرة معايا حلوة قوي بالشكل ده اللي انتوا شايفينها. خدت لسوعة وتحميرة حلوة. هنزل عليها بالبهارات: ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، كزبرة. مش هحط الملح دلوقتي. معايا 3 بصلات قطعتهم جوانح بالشكل ده، او جولياني او مكعبات اللي انتوا عايزينه. هشوحهم فيهم كويس قوي لحد ما البصله تكرمل معايا. البصله اتحمرت معايا كويس كده واتكرملت هي واللحمه. هنزل بنص معلقه من جوز الطيب، معايا معلقه ثوم، هشوحهم كويس قوي. الثوم اتشوحت معايا كويس. معايا راسين طماطم بشرتهم بالمبشره مبشورين، حط الميه بتاعتهم بقى. هقلبهم كويس. كل حاجه اتشوحت معايا كويس قوي. هنزل بقرن فلفل صغير خفيف، كوبايه ميه سخنه مغليه، لازم تكون مغليه في الفلفل، ما تنزليش بيها ساعه. مينفعش يبقى اللحمه وكل حاجه سخنه وتنزلي بميه ساعه، لازم بتبقى سخنه مغليه كده. ههدي عليها النار واغطيها واسيبها يما تستوي. انا ما حطيتش الملح خالص، الا يما تستوي معايا. اللحمه دخلت معايا في السوا وشربت كوبايه الميه اللي انا حطيتها لها. دلوقتي هملحها، كل واحد وذوقه بقى حسب الملح اللي هو عايزه. الحياء بقى اللي بيحبه عايزها حسب راحته هو يعني. انا ملحتها كده، هتعوز معايا نص كوبايه ميه تاني سخنه. في الاول حطيت لها كوبايه، دلوقتي نزلت عليها بنص وملحتها كده. مش هتعوز معايا ميه تاني كده، هي هتستوي. برضه هدي عليها النار وهغطيها بالغطا. معاكم لحمه الراس بطريقه جديده، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه، واللي مشتركش يشترك معايا في القناه.